وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكى الله عز وجل عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكى الله عز وجل لسانه فقال وما ينطق عن الهوى، وزكى الله عز وجل معلمه فقال علمه شديد القوى، وزكى الله عز وجل خلقه فقال وإنك لعلى خلق عظيم، وزكى الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم كله فقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سيدي يا رسول الله، إليك رسول الله أرجي تحيتي، وكل رجاء في قبول هديتي، وكل اعتذار عن تواضع رغبتي، فداك حبيب الله روحي ومهجتي. أيا من تحملت المرارة والعمى فقلت إله كل قومي وأمتي، عليك سلام الله يا خير مرسل وخاتم رسل الله حتى القيامة. أما بعد أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، بادئ ذي بدء يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. فدعوتنا هي كثرة الصلاة والسلام على خير الأنام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللهم يا ربنا صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين، وصل عليه يا ربنا في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، وشفعه فينا يوم العرض عليك يا كريم. أيها الأحباب، ما أحوجنا إلى أخلاق رسول الله، ما أحوجنا إلى أخلاق رسول الله. فإذا نظرت إلى حالنا وحال أهلينا وشعبنا وبلادنا علمت أن مشكلتنا مشكلة أخلاقية، وأساسها أننا لا نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أهله ربه عز وجل إلى الرسالة بحسن الخلق. كلمتي أيها الأحباب إلى شباب الأمة الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرني الشباب هم الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلامي إلى كل شاب، إلى كل من تفتن عضلاته بصحة من الله عز وجل، إلى كل من أعطاه المولى تبارك وتعالى صحة ونشاطا وهمة وكيانا، انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتجمل بأخلاقه واقتدي به صلوات ربي وتسليماته عليه. فكانت خديجة رضي الله عنها تستعمل الرجال في مالها حتى يتاجرون لها. فسمعت خديجة عن رجل في مكة أخلاقه متفردة، كلامه لا ينطق إلا بالحق، وأمانته لا يشوبها خائنة. فإذا بها تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وتستعمله، فيخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في تجارة خديجة، وترسل معه غلام عندها اسمه ميسرة. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يتاجر ويمضي في هذه الرحلة التجارية ما يمضي ثم يعود. فتجلس خديجة ومعها ميسرة يتحدثون عن محمد بن عبد الله، صلوا عليه وسلموا تسليما، يتحدثان عن محمد بن عبد الله. فإذا خديجة تسأل ميسرة كيف وجدت محمدا وماذا رأيت من أحواله؟ وكان سن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز 25. يا شباب الأمة، يا شباب الأمة، سن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها لا يتجاوز 25، في عز شبابه، في قمة فتوته. فتقول لغلامها صف لي أحوال محمد. فإذا به يقول يا سيدتي لقد رأيت من محمد عجبا.
فكان محمد يبيع ويشتري، ولكن ما باع محمد سلعة بكلمتين: الرحمة المهداة والنعمة المزداة والسراج المنير، هداية الله تبارك وتعالى ومنة الله تبارك وتعالى إلى الخلائق أجمعين. فاللهم اجزي عنا خير ما جازيت رسولا عن قومه ونبيا عن أمته. أما بعد، معاشر الحضور الكرام، بالأصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني أئمة إدارة شرق في أوقاف الإسكندرية، أتوجه إليكم بالتهنئة، فكل عام وحضراتكم بخير، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب. ما أجملها من لحظات، ما أجملها من لحظات أن نحتفي ونحتفل سويا بذكرى المصطفى صلى الله عليه وسلم. حاشاي أن أكون ذكرى ما كان نسيا أنسيا، ما نسي صلى الله عليه وسلم حتى يكون ذكرى، فالذي رفع ذكره هو الله تبارك وتعالى، ورفعنا لك ذكرك. رفع ذكره حين يردد كل يوم صباح مساء: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقرأ بهن ويورع الكبراء، فإذا سخوت بلغت بالجود المدى، وفعلت ما لا يفعل الكبراء. وإذا عفوت فقادرا ومقدرا لا يستهين بعفوك الجهلاء. وإذا رحمت فأنت أم أو أبو، هذان في الدنيا هم الرحماء. وإذا رحمت فأنت أم أو أبو، هذان في الدنيا هم الرحماء. وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء. وإذا خطبت فللمنابر هزة تعر الندى وللقلوب بكاء. وإذا غضبت فإنما هي غضبة للحق لا ضغن ولا شحناء. وإذا غضبت فإنما هي غضبة للحق لا ضغن ولا شحناء. لو أن إنسانا تخير ملة ما اختار إلا دينك الفقراء. المصلحون أصابع جمعت يدا، هي أنت بل أنت اليد البيضاء. يا من له عز الشفاعة وحده وهو المنزه ما له شفعاء. عرش القيامة أنت تحت لوائه، والحوض أنت حيال السقاء. القول فيك معطر الكلمات يا صاحب الأخلاق والآيات. أيام مولدك الكريم مضيئة في كل ماض في الزمان وآتي. أيام مولدك الكريم مضيئة في كل ماض في الزمان وآتي. يوم أتى بك في الوجود فإنه تاج الزمان وغرة السنوات. وضياك يسطع كل يوم نور، ويزيد في الإشراق والنفحات. الحق أنت وأنت إشراق الهدى، ولك الكتاب الخالد صفحات. يا سيد الكون في ذكراك تذكرة، وفي رحابك يسمو نور الأشعار. من أنقذ الكون من شرك يدنسه، وخلص الناس من تألية أحداث. من أنقذ الكون من شرك يدنسه، وخلص الناس من تألية أحداث. من نظم العرب من فوضى ونزلة، وطهر الأرض من رجس وأوضار. من لقن الناس أخلاقا مهذبة، وشاد للناس دينا غير منهار. من حرر العبد من حبل يكبله، وحرر العقل من سخف بأفكاره. من علم العبد قرآنا يرتله، فتنصت الجن إعجابا بتذكاره. لما أراد الله جل جلاله أن ينقذ الدنيا من العثرات، أهداك ربك للورى يا سيدي فيضا من الأنوار والرحمات. صاحب الخلق الكبير عزمته وبسطته في حكمة وآنات. ودعوت للخير قوما ضللوا ما كان أبعدهم عن الخيرات. ودعوت للخير
الخيرات قوما ضللوا ما كان أبعدهم عن الخيرات، ودعوت حتى كنت أصبر من دعا، وأقمت بين إساءة وأذات فصبرت ثم رحلت ثم ضربت في أعناقهم في عزة وثبات، فحظيت بالنصر وأقمت حقك خافق الرايات، وضربته مثلا لكل مكابر لا يستوي حق بغير حماة. أنت الذي قاد الجيوش محطما عهد الضلال وأدب السفهاء، وسموت بالبشر الذين تعلموا سنن الشريفة فارتقوا سعداء. سعدت بضلعتك السماوات العلا والأرض صارت جنة خضراء. سعدت بضلعتك السماوات العلا والأرض صارت جنة خضراء، والأرض صارت جنة خضراء. وغدا توفى النفوس ما كسبت. وغدا توفى النفوس ما كسبت. غدا توفى النفوس ما كسبت، ويحصد الزارعون ما زرعوا. إن أحسنوا لأنفسهم، وإن أساءوا فبئس ما صنعوا. أسألكم أيها الإخوة والأخوات، هذه الليلة ليلة من؟ ليلة من؟ لا أنا عايز أسمع. هذه الليلة ليلة من؟ صلى الله عليه وسلم.
كشف الدجى بجماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله عظمت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سيدي يا رسول الله الحق أنت الحق أنت وأنت إشراق الهدى ولك الكتاب الخالد الصفحات من يقصد الدنيا بغيرك سيدي من يقصد الدنيا بغيرك سيدي يلقها تيها من الأهوال وظلمات البدر دونك في حسن وفي شرف والبحر دونك في خير وفي كرم أخوك عيسى دعا ميتا فقال له وأنت أحييت جيلا من العالمين صلى الله على محمد على أحمد محمد محمد نبي الهدى اللهم صل وسلم على محمد نبي الهدى بعبد الصغار مالك بعبد الحصى والثرى والرمال وموج البحار إذا ما
الطفل احمد اشرف يسحب صاحب الحظ والفائز بالجائزة الثالثة، وهي فرن كهربائي. اسحب ابو سميد. صح. هذه الجائزة سلامة محمد إبراهيم. ولحسن الحظ هو موجود معنا. ألف مبروك وحيوا معانا الأستاذ سلامة محمد إبراهيم. يقول لنا رقم تليفونه كام قبل ما نسجل. الله أكبر. الجائزة الثانية هي سخان يسحبها الطفل يوسف عمر. اسحب قلب شوية قبل ما تسحب. قلب بإيدك قبل ما تسحب. ايوه بقول لك يا معلم، اخويا يا ريس، عايز الجايزة بتاعت رقم 3 بتاعت الجائزة الثانية وهي سخان كهربي نصيب رانيا مصطفى إبراهيم محمد. الله أكبر ولله الحمد. صلى الله عليه وسلم. الجائزة الثالثة واللي هي كانت الأولى طبعا وأخرناها إن هي تبقى الثالثة. الجائزة الثالثة وهي بوتاجاز. الجائزة الثالثة بوتاجاز. جائزة أحمد أشرف للمرة الثانية يسحب لنا جائزة البوتاجاز، وهو مغمض عينه نظرا للسلامة والشفافية ولعدم الأمر. اسحب يا أحمد، غمض عينك. اسحب. سنة كام؟ حضانة. تيجي 1 ولا تيجي 2؟ صوتك مش طالع في المايك. تيجي 1 ولا تيجي 2؟ تيجي 1. ايه احساسك وانت بتسحب الجايزة؟ ايه احساسك وانت بتسحب الجايزة دلوقتي؟ طيب بسم الله. ايه احساسك وانت بتسحب الجايزة دلوقتي؟ انا مش مبسوط بقى بسبب المايك. ايه احساسك وانت بتسحب الجايزة دلوقتي؟ مبسوط. طب ايه احساسك لو ماما هي اللي فازت بالجايزة؟ مبسوط. طب ايه احساسك لو ماما ما كسبتش الجايزة؟ مش مبسوط. الجايزة رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. شفيع الله. الجائزة الحقيقية ان احنا بنحتفل بالنبي عليه الصلاة والسلام. سيبكم من اي جائزة. الجائزة ان ربنا اختاركم انتم تحيوا ذكرى ميلاد المعصوم صلى الله عليه وسلم. فكلكم واخدين جوائز. جائزة باسم رشا محمود ابو الحاب. نقول الاسم تاني. رشا محمود ابو رحاب، مسجد النصر، شارع طارق ابن زياد. موجوده الحمد لله رب العالمين. كنا هنسحب منها الجايزه ولكن طلعت موجوده. تقول لنا رقم التليفون بتاعها ونتاكد من رقم الهاتف. اتفضلي.